جورداني عندها 20 سنه للوراء ما كانش عندهم فريق يعني بهذا المستوى بهذا احتمالات كبار راح يكون بالك بطل العرب في النسخه. ومن ابهر الجميع هو المنتخب الاردني كما قال لك حاج عدنان. الاردن اول منتخب عربي تاهل الى كاس العالم في التصفيات. فريق قوي، فريق منظم، بتدريب، بطاقم يعني من شمال افريقيا، يعني حتى الكره اللي عنده احتمالات كبار راح يكون بالك بطل العرب في النسخه. وهو المنتخب الذي لم يسجل اي انهزام منذ بداية. ربما الفريق الوحيد الذي استفاد من اللاعبين اللي يلعب بهم تقريبا بتربصات عديده هو الفريق المغربي الذي فاز بالشان. زيد كذلك المغرب وجد امامه منتخب ضعيف. منتخب ضعيف. اول مره كتشوف القناه اشترك معنا وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، ومن فضلك واحد الاعجاب باش يوصل هذا الفيديو الاكبر عدد من يعني فضل كاف حابين يسوقوا هذا كاس العرب، دائره مردوها كاس العرب فيفا. كاتالون ريال ما كانتش اسمها كاس العرب فيفا، وانا نشوفوا باللي فيه دعم كبير عند الفونتينو خاصه، وين حبوا يدعموا المنطقه هذيك باش يرفعوا المستوى. ولكن نظن باللي شاطر محمد لما تشوف المستوى تاع كاس افريقيا الامم مستوى عالي، يجوك لاعبين من عده فرق يعني عندهم بون نيفو. نظن باللي ما نقدرش نقارنوا بين كاس افريقيا الامم وكاس العرب، ولكن شفنا بعض الفرق وين فيه تطور. انا تكلمت على فرق جورداني عندها 20 سنه للوراء ما كانش عندهم فريق يعني بهذا المستوى بهذا الحجم. اليوم انا نشوفه براهن الشوط النهائي وعنده احتمالات كبار راح يكون بالك بطل العرب في النسخه. وهو المنتخب الذي لم يسجل اي انهزام منذ بدايه الدوره. حتى ليفوليسيون تاعهم سي البلان بونسي تاكتيك، سي البلان انديفيديوال، شفنا باللي فيه تطور كبير. حنا كانت لنا فرصه ولعبنا ضد فرق في جوردانيا ولا حتى الفرق الوطنيه تاعهم ما كانوش بهذا المستوى. نظن باللي هذه هي لا ريفيلاسيون اللي كانت. هل التوقيت الذي كان غير مناسبا خاصه للمنتخبات الافريقيه هو الذي جعل البطوله ربما تتراجع نوعا ما؟ لو نظمت في وقت اخر لشاركت ربما المنتخبات الافريقيه بمنتخباتها الاولى، او كان لها يعني الوقت الكافي من اجل احضار لاعبين المحترفين في مختلف البطولات، لكان المستوى ارفع من هذا. اكيد بدون شك. يعني لما تشوف المنتخب التونسي والجزائري وكذلك حتى المصري، لان ما بين ربما الفريق الوحيد الذي استفاد من اللاعبين اللي يلعب بهم تقريبا بتربصات عديده هو الفريق المغربي الذي فاز بالشان الاخير. يعني يزون مينيموم في العام هذا بالك دي ريغروبمون مينيموم بليس اون كروند كومبيتيسيون كيما الشان قدروا يروحوا حتى لا فينال والدواء. دونك يزون ناتمون هما اللي بكل صراحه هما اللي راهم ميو بريباري كاع على الاخرين. زيد المنتخب التونسي ما راحش، راح 60 ل 70% كذلك. المنتخب المصري نون بارلون با تاع بيراميد ما راحوش كاع. دونك الحاجه اللي تثير الانتباه هي ان بعض المنتخبات التي كنا نقول عنها بين قوسين صغيره ابلت البلاء الحسن، منها فلسطين، سوريا، كذلك العراق. ومن ابهر الجميع هو المنتخب الاردني كما قال لك حاج عدنان. الأردن أول منتخب عربي تأهل إلى كأس العالم في التصفيات في قارة آسيا. نظن باللي لا جورداني كما قال لك الحد صافي 10 ولا 20 ما كانوش بهذا المستوى، مي افونساو بزاف. علاش افونساو؟ باسكو يخدموا، باسكو حاجي عندهم ديجان خرجوا بكري يلعبوا في البطولة العراقية، بطولة الخليج، كاين حتى في الأوروب. دونك هما ساعدهم الحال في لا دات فيفا هذه وين يقدروا يلموا كاع لي جوار تاعهم. حنا ما نقدروش نلموا ليكيب كيما قال لك مراد، راهي غير بالاسم فيفا برك. خيبة أمل كانت كبيرة بالنسبة للجماهير الجزائرية التي كانت تمني النفس بالبقاء في الدوحة حتى النهائي، مع خاصة مع التنقل الذي زاد في مباراة الربع النهائي اللي زادوا فيه تنقلوا الجماهير الجزائرية إلى الدوحة. انت تعرف الجماهير انها جماهير عاطفيه وتحب انه الاعلام تاعها يكون الفوق، ليكيب تاعها تكون الفوق. كل هذه الامور مفهومه جدا. رياضيا يعني رياضيا بون احنا يعني لما تحل رياضيا احنا نتقبله، لكن الجماهير الله غالب عليها تحب الفريق تاعها يفوز، الفوز تحب الفريق تاعها يكون هو الاول. هذه من طبيعه الجزائريين. طبعا صابتهم صدمه لانه هم ينظروا للفريق على انه ممثل للبلاد.
ولكن الجماهير ما نشكش باللي كلها رايحه تغادر، لانها رايحه تقعد تستمتع بالفعاليات الموجوده، ولكن لا حبذا لو كان الفريق الوطني. ولكن الصدمه كانت كبيره، شفنا فيديوهات، شفنا ناس متاثره، شفنا عائلات نقلت، شفنا يعني كثير من الامور اصيبت بخيبه. ولكن ان شاء الله الفريق الوطني احنا يزيد يعوض الشعب هذا في كاس افريقيا القادمه ان شاء الله. ان شاء الله، وهذا ما نتمناه. فتح بن حمو الإعلامي الذي كان حاضرا في الدوحة القطرية لتغطية مباريات المنتخب الوطني هناك. نعود ونربط الاتصال مع الزميل عبد النور حواز المتواجد في الدوحة القطرية للحديث عن مباريات أو مباراتا نصف نهائي التي أقيمتا أمس بين المغرب والإمارات، وأيضا بين السعودية والأردن، وتأهل كل من الأردن والمغرب إلى المباراة النهائية. عبد النور، مساء الخير، تحية لك وإلى الزميل وليد بوسنة المتواجد معك في المركز الإعلامي. عبد النور، كيف ما هو حديث الصحافة حول مباراة النصف النهائي، وأيضا ماذا يقول عن المباراة النهائية؟ نعم زميلي سمير باضي، أهلا مرحبا. نحن متواجدون بالمركز الإعلامي عرب فيفا 2025 المقامة بقطر. النهائي اقترب، وبالأمس لعبت مباريات نصف النهائي بين المغرب والإمارات وبين أيضا الأردن والسعودية. للحديث عن النصف النهائي الذي جرى أمس معي هنا بالدوحة القطرية وليد بوسنة الإعلامي. وليد، أهلا مرحبا. أهلا عبد النور، شكرا على الاستضافة. شكرا. أول سؤال وصلنا طبعا إلى النهائي بين المغرب وبين الأردن. بداية، هل توقعت منذ بداية الدورة أن يكون النهائي مثلا بين المغرب والأردن، خاصة الأردن الذي يعني سيواجه المنتخب الوطني في المونديال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للأردن نظنها متوقعة، نظرا القوة اللي ظهر عليها المنتخب الأردني سواء في بداية الدورة سواء قبل بداية الدورة. منتخب مونديالي لعب بالمنتخب الأول، ظهر تطور كبير على مستواه، هو منشط نهائي كأس آسيا الأخيرة. نظن أن المنتخب الأردني كان من بين المرشحين والمتوقع وصوله. المنتخب المغربي قبل الدورة كان من المرشحين. في الدورة الأول شفنا أنه كان أداؤه متذبذب قليلا، حتى شفنا وسائل إعلام مغربية كانت وجدت انتقادات كبيرة للمدرب المنتخب المغربي ولأداء المنتخب المغربي. هناك ربما بدأ الشك يدخل من ناحية المنتخب المغربي، لكن أعتقد أنه نظرا لما شاهدناه في هذه الدورة، أعتقد أنه منشط نهائي يستحق التواجد في النهائي. وللأسف حتى المنتخب الجزائري نظن أنه كان بالإمكانيات اللي عنده كان ممكن أن نشوفوه منشط نهائي النسخة الثانية على التوالي، لولا الأخطاء وبعض النقائص، أو خلينا نقول النقائص الكبيرة اللي ظهرت واللي في مواجهة الإمارات واللي تأكدنا منها في مباراة نصف النهائي. هذا ما أود الحديث عنه وليد. يعني مباراة الإمارات أمام المغرب والنتيجة الكبيرة بثلاثية من دون رد أعطتنا يعني دليل آخر بأن المنتخب الوطني ضيع ربع نهائي كان في المتناول. طبعا المواجهة اللي شفناها الأمس والأداء اللي ظهر به المنتخب الإماراتي، نظن أنه عرفنا على الحقيقة المرة أنه المنتخب الإماراتي احنا اللي مدينا له الفرصة أنه يكون في هذا الدور، احنا اللي ربما أعطينا له أكثر من قيمته رياضيا إن صح التعبير. نظن أن المنتخب الجزائري فوت فرصة كبيرة جدا أنه يكون ماشي في نصف النهائي، في النهائي وللتنافس وللحفاظ على اللقب العربي. حتى خروج السعودية أمام الأردن شكل أيضا يعني مفاجأة نوعا ما، بالنظر لأن السعودية دخلت الدورة بالمنتخب الأول. لا، هي حتى الأردن دخلت بالمنتخب الأول، لكن عموما أعتقد أن المنتخب السعودي كان عنده طموح كبير أنه التتويج باللقب، وهذا اللي صرح به هيرفي رونار وصرحت به وسائل الإعلام السعودية قبل بداية الدورة. لكن نظن أن المشوار تاع المنتخب السعودي وصوله إلى نصف النهائي، نحن ما ناش في يعني في المستوى اللي يسمح لنا نتكلموا عليهم، لانه ما على بالناش ظروفهم وكذا. لكن نظن انه مشوار محترم، وتبقى يعني نصف النهائي هي مباراه 90 دقيقه فيها فائز فيها خاسر، تخضع لبعض الظروف والمعطيات، لكن على الاقل وصل لنصف النهائي يعتبر نتيجه نظنها بالنسبه لي نعتبر نتيجه ايجابيه، انه الهزيمه كانت امام منتخب اردني الكل يجمع على انه اقوى منتخب اسيوي في الوقت الحالي، وهو منافس الجزائر في المونديال. وصوله للنهائي يثبت انه منتخب قوي. الان بالمقارنه مع المنتخب الجزائري، كيف ترى المباراة ولو أنها بعيدة نوعا ما؟ يعني وجودنا في مجموعة واحدة مع الأردن، شاهدنا الأردن في كأس العرب منتخب يصل إلى النهائي وربما سيتوج باللقب، هذا يؤكد أننا سنواجه منتخب قوي في المونديال.
لا، منتخب لا يستهان به. حتى قبل هذه الدورة كنا نقول أن المنتخب الأردني منتخب لا يستهان به، يجب أنه نعملوا له حساب، ما نعطوش أكثر من قيمته لكن ما نقزموهش. المنتخب الأردني منتخب محترم، يقدم كرة جميلة، يقدم كرة كما قلت لك، ربما هو الآن أو الأكيد وليس ربما أقوى منتخب في آسيا، لكن لا يمكن أن نقيس المنتخب الأردني على المستوى المنتخب الجزائري في كأس العرب، لأنه احنا نلعبوا بالمنتخب الأول بمدرب مختلف في ظروف مختلفة بنجوم مختلفين. نظن أنه مباراة راح تكون صعبة جدا، لكن لو نحطوا كل شيء في مكانه ونمدوا قيمة المنتخب الأردني بدون زيادة أو نقصان، نظن أنه المباراة على الورق الترشيحة راح تصب في مصلحة المنتخب الجزائري إن شاء الله. طبعا شكرا وليد. عودة إليك سمير بادي وإلى ضيفك فاتح بن حمو الإعلامي الموجود معك في برنامج مونديال العربي بلاطو قناة زيرتيف في الجزائر. كان هذا تدخل مباشر من العاصمة القطرية الدوحة. نعم، شكرا عبد النور، نتمنى لك التوفيق لك وإلى كل الزملاء، والزميل فاتح بن حمو يحييك هو الآخر. تحية لكل المتواجدين هناك، وإن شاء الله يرجعوا بسلام على أرض الوطن ويكونوا في أحسن حال إن شاء الله. فاتح عبد النور، تحدث مع وليد بوسنة عن مباراة الأردن والسعودية وأيضا المغرب الإمارات، كلا المنتخبين ومنشطا النهائي كان مرشحان بقوة منذ البداية في ظل المستوى الذي كان فيه والذي قدمه خلال هذه الدورة. والله أنا قبل ما يحدث هذا النصف نهائي يعني كنت توقعت مع بعض القنوات المصرية أنه راح يكون الأردن خاصة بعد خسارة الجزائر والمغرب في النهائي، وتقريبا رشحت الأردن لنيل الكأس نظرا لأنه كما قلت سابقا أنه في منحنى تصاعدي، وأنه يعيش فترة زاهية لتوفر بعض الظروف التي جعلته يكون فريقا صعب المنال، كذلك مميز وقلت أنه يمكن أن يشكل للجزائر في كأس العالم عقبة عوض أن يكون حصالة مثل ما كان يروج في باقي المسابقات عندما يكون فريق ضعيف. الآن الأردن يثبت أنه فريق قوي، فريق منظم بتدريب بطاقم يعني من شمال إفريقيا، يعني حتى الكرة اللي يطبق فيها واللي يلعبها تقدر تقول هي مش كرة آسيوية ولكن كرة إفريقية. ذهبوا بعيدا في هذه المنافسة وأرشحهم للفوز بها. في قضية فريق الإمارات أظن أنه كل أموره كان تحصيل حاصل، يعني حتى 3 مقابل 0 فوزوا مع الجزائر، أنه مقابل الجزائر نحن اللي صعبناها على رواحنا، مش هو اللي كان قوي، خاصة أنه لما سجلنا الهدف الأول رجعنا إلى الوراء، لو كان زدنا كنا قاعدين نزيدوا الثاني والثالث، احنا اللي عطينا له الفرصة. طبعا ما فهمتش أنا كيفاش اللاعبين رجعوا إلى الوراء، أسكو هذا كما نقولوا تعليمة ولا تصرف ذاتي يعني. زيد كذلك المغرب وجد أمامه منتخب ضعيف. السعودية ثاني كما قلت من قبل، لأنه أنا تحدثت مع الجماهير السعودية خلال فوزهم على لم يكونوا مقتنعين على فلسطين. على فلسطين. قال لك نعم فزنا على فلسطين، ولكن سألتهم سؤال محدد، هل بهذا الأداء ممكن تروحوا النهائي؟ قال لك أبدا، قال لك الأداء لا يعبر على الإمكانيات الموضوع أمام هذا الفريق، يعني من مدرب كبير، أموال، دورات، يعني كلش كان موفر، وإلا أن النتائج وطريقة اللعب لم تبشر. لذلك أن الفريق الأردني استطاع أن يمر على حساب السعودية في طريقه إلى الكأس إن شاء الله. هو المغرب تفوق على الإمارات بثلاثية وهو ينشط كما شفنا الإخوان، فالإعلام الجزائري باقي وفي العداء ديالو المملكة المغربية، فبدون روح رياضية كيشجعوا أو لا كيقولوا بلي المنتخب الأردني هو اللي غادي يفوز بهذا اللقب العربي. ناهيك عن ذلك فحتى فاش ذكروا المدرب أو الطاقم التقني ديال المنتخب الأردني فقالوا من شمال إفريقيا وما قالوش من المغرب، لكن ما كاين حتى شي إشكال. الحمد لله اليوم غيفوز المنتخب الوطني المغربي على المنتخب الأردني وغادي نحملوا الكأس العربية استعدادا وتمهيدا لكأس إفريقيا اللي غتقام في المغرب. وبطبيعة الحال الكراغيلا غادي نخليهم في الاستوديوهات ديالهم يحلوا كما بغاو، لأن حتى واحد ما كيعبأ بالكلام ديالهم. شكرا لكم، السلام عليكم.